ايش قد اكرههم ذول المعممين. هاي ليش؟ يا معود خلي يولون ما دمر البلد غيرهم، حتى فائده ما بيهم. من تريد تتزوج مو تاخذ المعمم حتى يعقد لك؟ واذا لا سامح الله ردت تطلق، منو اللي يحل مشكلتك غير المعمم؟ ويا من تروح اذا عندك فصل حتى يحل الموضوع. اسئلتك الفقهيه من تريد تروح للحاج منو يعلمك هذا الموضوع؟ وكل ذني من تطلبهن المعمم يقول لك خادمك صار حبيبي تأمر مولانا. بالسوشيال ميديا يعلموك الحلال والحرام، وبمحرم يفهموك ثورة الإمام الحسين. بالفتوى هم أول الملبين والمستشهدين دفاعا عن العراق والمقدسات. وبالفيروس هم وأخوتهم الحشد تبنوا دفن الأموات اللي أهلهم ما قدروا يدفنوهم. وهم وأهل المواكب قاموا بسلات غذائية وتكافل اجتماعي ما إلى مثيل. كرار ترى كلامي واضح، أنا أقصد المعممين اللي داخلين بالسياسة. ما راح أقول لك رسول الله كان سياسي وأمير المؤمنين كذلك، والإمام اللي تنتظره أنت هو قائده السياسي. بس قل ليش قد هسه تقريبا المعممين اللي بالعراق بيهم مليون؟ انطيني نسبة المعممين السياسيين من هذا المليون، ايش قد تقريبا؟ 5 6 قول 10. وين ال10 السلبي ووين باقي المليون الايجابي؟ هو ما عم عليهم غير الأعمام الفاسدة والمزيفة. ومنو قال لك اكو عمامة فاسدة؟ اكو شخص فاسد متستر تحت هاي العمامة الشريفة، وهذا الشخص مثل ابو بريس يلعب النفس، ومن تجي تريد تلزقه بالمكرم السامع يروح يختل ورا الآية القرآنية. فهسه الآية القرآنية صارت مزيفة؟ لو هو هذا ابو بريس